والله مش عارفة اودي وشي منكم فين. معلش بقى، يعني حاولوا تستحملوني شوية، وانا هحاول امثل يعني ان في ناس بتسمعني والجو ده. انا اصلا كده كده عارفة ان انتوا كلكم على بعضكم مكملوش 20 واحد، وتقريبا بطلتوا تسمعوني. ما علينا. أم، قعدت افكر كتير قوي في فترة الغياب اللي فاتت دي، وفي الفترات اللي قبلها، عن حلقة النهاردة. وكنت بفكر اتكلم عن ايه. وكل ما يجي في دماغي حاجة بيجي في دماغي نفس السؤال ده، وبلاقي ان نفس السؤال ده بينفذ معايا على الحلقات اللي فاتت. يا ترى لما بتقعد كده ما بينك وما بين نفسك وبتسأل نفسك ايه اكتر حاجة انت نفسك فعلا تحس بيها، آم، بتوصل انه ايه هو احسن شعور الانسان ممكن يحسه. وهو ده عنوان حلقتنا النهاردة: ايه هو احسن شعور تعيشه. من وجهة نظري المتواضعة اللي انا مضايقاكوا بيها طول الحلقات اللي فاتت، ان هو مش شعور واحد، او ممكن هقول لكم يعني سلسلة حاجات بتحصل توصلنا لشعور في الاخر. من وجهة نظري هو ده احسن شعور، بس هقوله طبعا في اخر الحلقة، عشان لو قلته دلوقتي هتقفله خلاص، مش هيبقى عندي محتوى. آم، في ناس من وجهة نظرها انه احسن شعور ان انت تلاقي حد يشاركك، سواء بقى الحد ده حد انت، حد من صحابك، حد انت مرتبط بيه. هو ده احسن شعور، ان في حد دايما انا بجري عليه وهو بيجري عليا. انا شايفة ان هو شعور جميل جدا، وانه فعلا موضوع مش عارفة اسمها ايه، الانس ولا الانس. مفيش حاجة اسمها الانس. موضوع الانس ده، ان انت متآنس بحد، وفي حد مشاركك في كل حاجة، ان انت ليك حد تسمعه ويسمعك، تحكيله وتجري عليه تستشيره في كل حاجة. هو احساس جميل جدا جدا. بس برجع برضو في الاخر اقول، طب ما انا كده بنيت سعادتي على وجود حد تاني. ممكن للأسف الشديد، للأسف الشديد، عصرنا دلوقتي بيحكم علينا ان احنا نفكر بموضوعية اكتر وبواقعية، ونعرف انه مفيش حد دايم. للأسف الشديد انا فعلا بقول ده وانا متضايقة. بس يعني يمكن في جزء مني كان بيحس الاحساس ده مع اللي بيرجحوا ان ده احسن شعور. بس فعلا مفيش حد دايم، ومفيش حد موجود طول الوقت. و... واحنا دايما للأسف للأسف بنبقى مش عاملين حساب انه الشخص ده هيمشي، وبيمشي عادي جدا. سواء بقى الشخص ده احنا دخلنا معاه في ارتباط رسمي، في جواز، في عيلة، برضو للأسف الشديد 90% من اللي حوالينا ما بقوش بيكملوا. فأنا مش عايزة حاجة فيها ريسك، ومش عايزة سعادتي وحياتي، وانه ابقى رابطة حياتي. انا ما عنديش مشكلة طبعا مع المشاركة، عشان برضو ما حدش ياخد كلامي بمنحنى غلط ان انا بشجع على الوحدة والتوحد. بس اصل لو فعلا فكرنا فيها كده، اوكي انا هبقى سعيدة زيادة لو في حد موجود، بس هبقى سعيدة بس لو في حد موجود. ولو الحد ده ما بقاش موجود، لا انا مش سعيدة، لا انا مش عارفة اعمل حاجة، لا انا لوحدي، لا انا مش حاسة باكتفاء. كل ده بالنسبة لي مشكلة. طب ما انا كده بصعب الامور على نفسي. في ناس تانية في وجهة نظرها انه احسن شعور تحسه ان انت تبقى محبوب. تبقى محبوب بقى من كل اللي حواليك، تبقى محبوب من اهلك، من صحابك، من اللي بيقابلوك كلهم، من ان انت دايما شايف الدعم والتشجيع من كل اللي حواليك. حياة وردية قوي. برضو برضو هنا يعني انا كنت بحس الاحساس ده في فترة من فترات حياتي، وانه قد ايه حب الناس نعمة. وفعلا حب الناس نعمة ربنا بينعم بيها على الناس.
وهو احساس جميل جدا. وعلى الصعيد المهني والشخصي، انت حد بقى ليه علاقات والناس كلها بتحبك والجو ده. بس لو جينا على ارض الواقع، انا تقريبا قلت الكلام ده في حلقة قبل كده واحب اكرره تاني، لان ده كلام انا بقوله دايما. مفيش حد كل الناس هتتفق عليه. انت نفسك لو الناس كلها اتفقت عليك ان انت شخص كويس، اقلق. لانه يا اما انت فيك حاجة غلط وبتنافق اللي حواليك، يا اما في حد من اللي حواليك في حاجة غلط وبينافقك. لانه مفيش حد فعلا الناس كلها اجتمعت عليه. يعني ربنا سبحانه وتعالى العالم ما اجمعش عليه. مش كل الناس تعرف ربنا، مش كل الناس موحدة بربنا. فمفيش حقيقة اكبر من وجود ربنا في حياتنا، ومش كل الناس اللي على كوكب الارض معترفين بيها. فانت متخيل انه الناس ما اجمعتش على دي والناس بتجمع عليك، فانت مين يعني؟ آم، بس هو فعلا احساس حلو. بس لو جيت فكرت بالمنظور ده، بلاقي ان دايما الناس اللي هي شايله هم ان هي تبقى محبوبه، لو لقيت حد مختلف معاها في الرأي، او لقيت حد هم شادين مع بعض في حاجه، او لو حد خلاص بقى يعني لا هم مش قابلينه او هم مش حابينه، بيبدأ يبقى انشغاله كله بالناس اللي مش حباه دي، وانه ازاي اصلح علاقتي بيهم، او ازاي اصلح صورتي في عينيهم، ولازم هم يعرفوا الحقيقة. طب مع ان في الواقع ما اللي عايز يفتكر حاجة يفتكرها. يعني ما فيش حد، خلونا متفقين، ما فيش حد من وانت اول لما تشوفه كده بتقول عليه شكله شرير. كل الناس لما بتشوف بعضها بتقول عليها شكلها طيب، بيكتشفوا في الاخر ان هم اشرار بالمعامله. فما فيش حد من اول لما يشوف حد يقول عليه ده شكله شرير، ده شكله خبيث. لا، واحنا بنكتشف في الاخر الصفات الجميله دي بعد ما نتعامل معاهم. بس الطابع اللي بيبان على وشوش الناس كلها ان هم كلهم طيبين وكلهم جمال وكلهم يعني بيطلعوا قلوب كده يعني. حقيقة مش عارفة ايه تاني ممكن يبقى شعور حلو او احسن احساس تحسه. يمكن احساس ان انت ناجح. لا مؤاخذة بشرب الشاي من ان انا بدردش معاكم يعني. احساس ان انت ناجح برضو احساس جميل قوي. بس هل هو المشكلة ان انا بدأت حاسة ان انا ايه بطلع لكم عقد الفطسة في كل الاحاسيس الجميلة كل شوية بقول لكم. بس هل احساس النجاح ده بيكفيك ل... لمدة طويلة؟ يعني مثلا انت نجحت في حاجة، مشكلة ما بعد النجاح ان انت بتفضل تحفرك على نجاح اكبر منه. طب انا النجاح ده خلاص وانا هقف عند كده؟ طب ما انا لو وقفت عند كده يبقى انا خلاص بقى ريحت ومش عارف ايه. طب افرض بعد ما اعمل حاجة بعد النجاح اللي انا عملته ده ما نجحتش زي نجاح الحاجة اللي انا كنت اعملها قبل كده. طب افرض ما نجحتش اصلا. طب افرض انا مش عارف هعمل ايه. ده كده انت كإنسان طبيعي. في انسان تاني عنده متلازمة ان هو يقلل من نفسه ويحس ان هو لما نجح هو ما نجحش لان هو شخص شاطر، هو نجح لان كل الناس اللي حواليه بتجامله ما بتقولوش الحقيقة. فانت سواء انت شخص عندك العقدة دي او سواء انت شخص طبيعي، فاحساس النجاح مش هيرضيك بنسبة 100%، او مش هيرضيك لمدة ايام كتير. يعني هو يعني بعد النجاح باسبوع كده هتبدأ تحس بقى انه خلاص النجاح ده قدم وخد وقت وخلاص خلص. في ايه تاني ممكن يحسسك ان انت طاير، او انه خلاص انا كده تمام؟ طبعا انا ما بتكلمش هنا على الاحساس بالفرحة او الانبساط، لان انا بدور على احساس يوصلنا للانبساط اصلا. يعني محدش يقول لي الاحساس بالسعادة، لانه اوريدي كلنا بنحس الاحساس دي عشان نوصل للسعادة. فهي سعادتك فين؟ سعادتك مثلا ان انت تشوف اللي حواليك كلهم مبسوطين؟ طب ما للأسف للأسف الشديد في وقت من الأوقات لما انت تلاقي ان اللي حواليك كلهم مبسوطين بترجع تبص كده تحس انه الله، طب انا ما اللي حواليا كلهم مبسوطين
وطبعا انا مش بحسدهم، يعني هنا منطلق شخص سوي نفسيا، مش حد بيحسد يعني. ما اللي حواليا كلهم مبسوطين وانا اطمنت عليهم كلهم، ليه مش حد فيهم بيفكر فيا زي ما انا بفكر فيهم كده؟ او ليه ما فيش حد فيهم شال همي، او شاف انا هعمل ايه، او شاف انا مبسوط ولا لا؟ برضو دي مشكلة. أم، طبعا برضو ايه، عشان ما بقاش بخدعك، انا ما عنديش اجابة للسؤال اللي انا طرحته في اول حلقة. انا ما عنديش اجابة ايه هو احسن شعور في الدنيا. فطبعا ده هنا سؤال صعباني عشان اعرف منه هل انتوا لسه بتسمعوا البودكاست اصلا ولا لا. لان انتوا لو لسه بتسمعوا البودكاست هتقولوا لي في الكومنتس بتاعت الحلقة دي ايه هو احسن شعور في وجهة نظركم. الا لو انتوا طبعا ناس عميقة وما بتكتبش كومنتات. يا جماعة ما كلكم عارفيني، يعني مفيش حد غريب عني، خشوا لي واتساب. موضوع موضوع بسيط يعني. فخشوا قولوا لي ايه هو يا جماعه، ايه الدي امز بتاعت الانستجرام. لو انت يا عم ما تعرفنيش، يلا انا هتعامل ان انا حد مشهور. خش على الدي امز بتاعت البودكاست بتاعنا، قول لي من وجهة نظرك ايه هو سوري، ايه هو احسن شعور في الدنيا، او انت بتحس من وجهة نظرك ايه احسن شعور. في ناس بتتبسط قوي 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 بالوحدة، على عكس ناس تانية بتكره الوحدة وبتخاف منها وبتترعب. بس في ناس بتحس ان هي منفردة بذاتها. طبعا ما فيش حد بيحب ان هو يبقى قاعد لوحده، مش قصدي الوحدة بمعنى ان هو قاعد لوحده بعيد عن الناس، ما فيش حد بيعبره ولا حد بيسأل عليه ولا اي حاجة، لا. بان انت بتاخد وقت لنفسك، بتقدر نفسك، بتعمل كذا بتعمل كذا. بس بيطلع لنا برضو عائق في النص، انه ممكن انت في وقت من الاوقات موضوع الوحدة ده يقلب معاك بان انت خلاص بدأت تبعد عن اللي حواليك والجو ده. فلا، هنا برضو في مشكلة. مع ان كل واحد لازم يبقى فيه ليه وقت يخصصه لنفسه، سواء بقى يوم، سواء خروجه، سواء مشروب هتشربه مع نفسك. يعني الحاجات دي كلها لازم تكافئ نفسك كده، لان انت اكيد في حياتك بتقابل ناس اغبياء عايز تتعافى من اثارهم يعني. ايه تاني يا ربي؟ احنا لسه بدري جدا، احنا لسه في اول 12 دقيقة من الحلقة، وانا الحلقة بتاعتي ما بتقلش عن نص ساعة، فما تزهقش. لان انا اصلا ما عنديش محتوى، انا بكلمك عشان انت ما تقولش عليا ان انا مطنشه البودكاست. انا فعلا مطنشه البودكاست، بس ما تقولش عليا كده. هل احسن احساس ان انت بدأت تفهم نفسك، وان انت بدأت تلاقي نفسك، وان انت بدأت تحط لنفسك قيم وحدود تخلي الناس تمشي عليها؟ ده بالنسبة لي احساس جميل جدا جدا، وما فيهوش اي مشكلة عموما. وانا مش بربي فيكو حد اناني، بالعكس. انا بحاول بلاش اربي، عشان خاطر برضو انا يعني انتوا ناس كبيرة ان انا اربيها. انا بحاول اطلع في كل واحد فيكو فكرة ان هو هي في حاجة انا بقولها دايما وانا مؤمنة بيها. انا مش هعرف احب اي حد في الدنيا قبل ما اكون اوريدي بحب نفسي. لان انا لو ما بحبش نفسي مش هعرف ادي حب لاي حد من اللي حواليا، سواء بقى اهل، سواء صحاب، سواء معارف، سواء شغل، سواء دراسة، اي حاجة. مفيش حاجة هعرف احبها لو انا مش بحب نفسي. فانا بحاول اشتغل معاكم على الحتة دي، ولو في حد لسه مش شايف نفسه ياريت يشوفها. فالحقيقة اصلا اول لما بدأت الحلقة بتاعت النهاردة ما جاش في دماغي ان ده احسن احساس ممكن حد يحسه، ان هو يشتغل على نفسه ويشوف نفسه ويلاقي نفسه. بس لما الكلام جاب بعضه لقيت انه الله، فعلا دي حاجة جميلة جدا، وحاجة المفروض فعلا كل واحد يركز فيها. انا بقى كنت هقول ايه احسن شعور بالنسبة لي، غير طبعا الشعور اللي جالي في النص وانا بتكلم معاكم ده. انا بالنسبة لي احسن شعور ممكن حد يحسه هو ان هو يحس ان هو متقدر. عموما انا بالنسبة لي مفيش حاجة تفرق معايا قد التقدير. التقدير ده بقى مش عايزة مثلا حد يقدرني يروح يجيب لي
حاجة كبيرة او مثلا يفضل كل شوية يعيد لي ويزيد لي في قد ايه انا شخص عظيم وليا فضل عليه. انا كلمة شكرا بتفرق معايا. يعني كلمة شكرا دي لوحدها ب... بتخليني خلاص. يعني انت لو قلت لي شكرا وبتبتسم كده، انا خلاص ممكن اعمل قد اللي انا بعمله ثلاث مرات تاني عشان خاطر كلمة شكرا. مش لازم عموما التقدير يبقى في رد جميل او ان هو يبقى بزيطة وزنبليطة قدام الناس، وان الشخص الفلاني ده بيعمل واحد اتنين وتلاتة ووقف معايا في كذا وعمل كذا. بس التقدير هو ان انت تبقى عارف ومعرف اللي قدامك ان اللي هو بيعمله عشان خاطرك ده مش حق مكتسب انت خدته منه، ولا هو حاجة مفروضة عليه، وان هو لو ما عملهاش يبقى دي الحاجة دي يعني هو اللي غلطان ان هو ما عملهاش، وانه هو مثلا آم، الف حد غيره ممكن يعملها زيه. لا، كل الحاجات دي لو انت خدت بالك منها وما عملتهاش مع اللي قدامك، انت كده بتقدره، انت كده بتبين له قد ايه هو حد مهم في حياتك. الحقيقة مش عارفة في ايه تاني شعور ممكن يكون حد بيحط في دماغه ان ده احسن شعور في الدنيا، او لو انت وصلت للشعور ده فانت كده وصلت للسعادة، حتى لو لفترة زمنية قليلة بس انت حسيته. هيبقى كتر خيركم جدا لو قلتولي ايه هو احلى شعور انتوا بتحسوه، لانه الموضوع فعلا بيجي في دماغي كتير. واللي بيجي في دماغي دايما ان مفيش حاجة كاملة ومفيش حاجة بتقعد معانا فترة طويلة. بس يمكن اكتر حاجة بتيجي في دماغي حلوة قوي هو موضوع انه انا متقدرة ده، حتى لو الحكاية خلصت وعدى عليها سنين. لما بفتكر ان الحد الفلاني دخل وقال قال لي واحد اتنين تلاتة وانتي بتعملي كذا وانتي بتعملي كذا وانا مقدر ده وانا بشكرك على ده، الحاجة دي انا برجع اقول لا ما تقولش كده وما تعملش شكرا ومش عارف ايه، بس انا فعلا ببقى من جوايا مبسوطة جدا. هيبقى كتر خيركم طبعا لو قلتولي ايه احسن شعور في الكومنتس، وهيبقى كتر خيركم لو قلتولي مواضيع اتكلم فيها عشان ابطل اتاخر عليكم، لان انا بتاخر عليكم في الاخر ما بلاقيش محتوى اتكلم عليه. اوعدكم ان شاء الله مش هتاخر تاني، بس ادعولي الاقي حاجه اتكلم فيها، لان باين كده ان انا كنت عامله بودكاست عشان اتكلم على ناس معينه والناس دي خلصت خلاص كده، بطلت القح عليهم. يلا اشوفكم الحلقه الجايه ان شاء الله.